السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير. رجعت لكم بقى بعد غيبة طويلة، بقالي اكتر من سنة ما بصورش، بس رجعت اهو صور تاني. ربنا بقى يثبتني، كل ما اجي اصور والله يحصل حاجة مش عارفة في ايه. يلا المهم بقى ايه، نخش كده على الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة. عامله لكم صينيه بطاطس بقى، بصوا طعمها تحفه. بطاطس باللحمه، بس طعمها رهيب والله. لو جربتها بالطريقه دي مستحيل تغيروها. بصوا، اول حاجه اللحمه انا وريتها لكم، انا حطيت معلقه سمنه على النار، وحطيتها كده ايه، حطيت اللحمه على السمنه ووطيت عليها تستوي بس نص سوا، يعني هتنزل الميه بتاعتها وتستوي منها فيها كده. دلوقتي بقى اقطع خضار معايا، بصل وبطاطس وفلفل الوان وفلفل حار وتوم وطماطم. هقطع بقى الحاجات ديت كلها. قطعت اهو البطاطس، وهقطع الفلفل الالوان. بصوا، خدت من كل واحدة فلفل الوان نصها، يعني ما حطيتش الاتنين، لا خدت نص دي ونص دي. وخدت قرن فلفل حار. لو مش بتحبوا الحاجة سبايسي عادي تقدروا تستغنوا عنه. وهقطع بقى بصلاية يكون حجمها وسط كده، نقطعها سلايس كده زي ما انتوا شايفين. عيني بقى عيني قعدت تدمع من البصل. بصوا دلوقتي بقى نقطع الطماطم، اقطعها شرايح كده مدورة كده زي ما انتوا شايفين. يعني مش عايزينها تكون يعني مضروبة في الخلاط او مبشورة، لا، عايزينها قطع كده. دول كانوا 4 طماطميات، بس بصراحة ما استخدمتهمش كلهم. انا كنت يعني خدت شوية للبطاطس، والباقي خدته لل... للرز. عملت رز بخاري، كان طعمه تحفة، بس بصراحة ما صورتلكوش الطريقة. وقطعت بقى التوم كده وحاولت اهرسه شوية. دلوقتي بقى هحط البطاطس، وهحط معاها البصل، ونحط شوية ملح وفلفل اسود ونقلبهم مع بعض. التريكة دي بتدي طعم حلو قوي للبطاطس، ما بتقلبوها كده بشوية ملح وفلفل اسود مع البصل، بتبقى طعمها تحفة. ويا ريت كمان لو تقلبوها بايديكوا كده، وتحاولوا يعني تفركوا البصل كده بايديكوا، يطلع الطعم بتاعه، بيبقى طعمه حلو قوي. ونزلت بقى بالفلفل الالوان والثوم، ونقلب كل المكونات دي مع بعضها. دلوقتي هنحطهم بقى في الصينيه. حطيتهم بقى في الصينيه. دلوقتي هنعمل صوص كده، هنشرب بيه البطاطس ديت عشان تستوي فيه. ارص الاول الطماطم على الوش. دلوقتي بقى نعمل الصوص. عاوز كوبايه ميه تكون مغليه، وبصوا ربع كوبايه زيت او اقل من الربع. والبهارات بقى، حاطين ملح فلفل اسود، شويه بهارات مشكله، وشويه كزبره ناشفه. الكزبره الناشفه بتدي طعم تحفه للبطاطس. وحطيت كيس صلصه، لو عندكم برطمانات خدوا حوالي معلقتين كبار كده، مفيش كيس صلصه كده زي ما انا حطيت. وحطيت معلقتين دبس رمان وكيس اجينو. الاجينو بيدي الاكل طعم مسكر، بيخليه طعمه عسل كده. بس وحطيت بقى الصوص ده على البطاطس، عشان ده اللي هتستوي فيه، عشان هي ما فيهاش يعني طماطم معصوره ولا حاجه. واللحمه هي كانت استوت نص سوا زي ما قلتلكوا. وطبعا اللحمه بيكون نازل منها صوص كده. حطيت عليه شويه ميه وحطيته، بس يعني اللقطه دي ما اتصورتش. حطيت فيه كده شويه ميه،
وطبعا البهاريز بقى اللي بتبقى نازله من اللحمه دي اكيد مش هنرميها، بيبقى طعمها عسل. حطيتها بقى على البطاطس كده، وحطيت لها ورق فويل، وحطيتها في الفرن تستوي. دلوقتي بقى هعمل كيكه بالبرتقال، بس ايه يعني مش حاطه لها برتقال، مستخدمه فانيليا بالبرتقال بتاعه دريم، طعمها تحفه. والله ريحه الكيكه وطعمها اكني حاطه عليها برتقال. بصوا بقى المكونات بتاعه الكيكه: كوبايتين دقيق، كوبايه سكر، يعني نص كوبايه زيت على سمنه. انا حاطه بس معلقه سمنه كبيره والباقي زيت، وبيضتين، وكيس الفانيليا اللي بالبرتقال اللي قلتلكوا عليه، وكيس البيكنج باودر ده خدته نصه. حطيت بقى البيض والسكر، ضربتهم لحد ما لونهم بقى فاتح كده ولونهم ابيض وارتفعوا كده شويه. حطيت بقى عليهم الزيت وضربته، وحطيت الفانيليا اللي بالبرتقال واللبن واضرب كويس. المكونات اهي تندمج مع بعض. حطيت اهو اللبن دلوقتي، وهحط بقى كوبايتين الدقيق دول هنخلهم. بصوا الطريقه بتاعت الدقيق النخل دي سهله قوي، والدقيق بقى ما بيبهدلش الدنيا ولا كده. وهاخد نص كيس البيكنج باودر بس، واخلط المكونات دي مع بعض، وكده الكيك بتاعنا جاهز. بصوا في 5 دقايق والله كان الكيك جاهز. انا ما كنتش ناويه بصراحه اعمل كيكه، بس يعني قلت مني ومشغله الفرن اعمل بالمره، يعني اللي شجعني ما شغلت الفرن. الصينيه دي بقى دهنها زيت، واحط بقى فيها خليط الكيك ده وادخلها على الفرن. كانت هشة وطعمها تحفة تحفة. بصي يا حبيبي، انا ما كانش عندي لبن، فحطيت معلقتين كبار لبن بودرة على مية. والله الكيكة كان طعمها تحفة، كانت هشة قوي. يعني لو ما عندكوش لبن حليب استخدموا لبن بودرة عادي. بصوا بقى البطاطس كانت خرجت من الفرن دايبة كده وريحتها كانت مفحفحة كده الشارع كله، وطعمها تحفة، واللحمة مستوية، وكان طعمها حلو قوي، شاربة من الصوص بقى، وكان طعمها تحفة. بجد جربوا الطريقة دي والله مش هتغيروها، طعمها بص كان ريحتها تحفة. اللحمة بلدي وكشف برضو، مش عارفة والله بصراحة يعني اجيب لحمة ايه. وهو يا حبيبي كده كنت غرفت الاكل. ده الرز البخاري بقى كان طعمه حلو قوي، بيتعمل برز بسمتي. بص شكله عامل ازاي، ومش واضح قوي عشان الاضاءة عندي في المطبخ يعني ضعيفة. ودي البطاطس اهيت، شايفين شكلها قمر ازاي. ودي اللحمة. بس كده ده غدانا النهاردة، نتغدى بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا دلوقتي بقى اغسل المواعين. بصوا تكون مواعين قد ايه. المواعين دي تحسوا بتتكاثر كده، لو دخلت عملت اي اكل الاقي الحوض اتملى كده على طول. اغسلهم بقى دلوقتي كده. والكيكة كمان كانت استوت وطلعتها من الفرن. هغسل كده المواعين وهوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين بقى المواعين قد ايه. غير كان لسه بقى الحلة بتاعة الرز والصينية بتاعة البطاطس، بس كان فايض اكل يعني كتير فما غسلتهمش. وقلت بالليل لو حبينا نتعشى او حاجة نبقى نغسلهم بقى. طبعا اول حاجة الكوبايات كده، ولو في ازايز، وبعدين بقى الاطباق وكده. ادعولي كده بقى ايه ربنا يثبتني كده وافضل اصور لكم لحسن. والله بقالي داخله في سنتين اهو مش بصور. كانت القناه يعني اهو ابتدت المشاهدات تعلى شويه، فالحمد لله. كل ما اجي ارجع اصور تاني يحصل عندي ظروف وكده. وشايفين بقى كده خلاص هي غسلت المواعين. اشوفهم بقى دلوقتي وبحطهم في الصفايه دي، كنت جايباها من ايكيا بصراحه حلوه جدا، تلميلي المواعين كلها. بسيبهم كده بقى يتصفوا، ممكن تاني يوم ارصهم او حاجه. ايه رأيكم بقى في الجو التلج اللي احنا فيه ده؟ بصراحة والله يا بنات الحركة حلوة جدا في الشتاء. طول ما بنتحرك كده ما بنحسش بالسقعة، مجرد ما نقعد بقى تبصي تحسي ان بقينا متلجين كده. الحركة بركة فعلا. بس خلصت كده المواعين بقى واغسل الرخامة طبعا، وكمان عملت البوتاجاز بس ما صورتوش معاكم.
واغسل بقى الحوض والرخامة ديت، وكده خلاص نكون خلصنا. يا المطبخ لما بيكون نظيف كده تحسي الواحدة مننا كده بتكون مرتاحة نفسيا. طول ما المطبخ مكركب او فيه مواعين او الشقة متبهدلة او حاجة، تحسي قاعدة مخنوقة كده ومش طايقة نفسك. بس الكيكة اهيت يا حبايبي، شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ لونها دهبي كده ومن جوه بيضة وهشة وطعمها تحفة. جربوها بالطريقة اللي قلتلكوا عليها دي، ان شاء الله تعجبكم جدا. مع كوباية بقى شاي بلبن كده او شاي او نسكافيه، الحاجة اللي انتوا بتحبوها. حلوة بقى بالليل كده تقعدوا بقى بعد ما نخلص كده الشقة والحاجات اللي ورانا، نقعد بقى ناكل حتة كيك كده مع اي مشروب بنحبه، ونروق بقى عن نفسنا شوية من تعب طول النهار. ايه رأيكم؟ شايفين لونها فاتح ازاي من جوه؟ ده شكل الصينية اهو، لونها دهبي كده من بره وتحفة. شايفين شكلها؟ بصوا بقى هشة ازاي. اتمنى تجربوا الطريقة ديت وتقولي رأيكم. لو الفيديو بقى بتاع النهاردة عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.